أهلا بيكم في قناتي عالم السعادة. قبل ما نبدأ ياريت نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو عجبتك قصتنا ما تنساش اللايك واعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك إشعار بكل جديد أنا هنزله. قصتنا النهاردة في أحد المصانع. رأى مدير أحد المصانع شاب يقف عند أحد الجدران ولا يفعل شيء يذكر، فسأله: كم هو مرتبك يا ولدي؟ فقال الشاب: حوالي 500 في الشهر يا سيدي الفاضل، ولكن لماذا هذا السؤال يا سيدي؟ ففتح المدير محفظة نقوده وأخرج منها مبلغ 500 وأعطاها للشاب، وقال المدير بحدة: أنا لا أريد منك أن تكمل العمل في مصنعي، ارحل الآن. فأخذ الشاب المبلغ ورحل فعلا من المصنع. ولما رحل الشاب نظر المدير لباقي الموظفين قائلا: من لا يؤدي عمله بإتقان أو يتقاعس سيكون مصير الطرد مثل هذا الشاب. واقترب المدير من أحد الموظفين وسأله: في أي قسم كان هذا الشاب يعمل؟ فرد الموظف أن الشاب لا يعمل في المصنع من الأساس، هو موظف التوصيل لأحد المطاعم، وكان هنا فقط لتوصيل الطعام للموظفين. العبرة من القصة: يجب علينا التأني قبل إطلاق الأحكام حتى لا نصاب بالندم بعد ذلك، فقد قال الله تعالى في سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. صدق الله العظيم. وبكده تبقى انتهت قصتنا النهاردة. لو عجبتك دوس لايك واعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك إشعار بكل جديد أنا هنزله. استنوني في قصة جديدة. مع السلامة.